يا مرحبا. من بعد فيديو الحلاوة فعدد كتير كبير من الاشخاص سألوني على طريقة الطحينة. تكرم عيونكم، بهذا الفيديو رح جاوبكم هذا السؤال ورح نحضر قطيبة طحينة بالبيت. طريقتها جدا سهلة وبسيطة وبنحتاج لمكون واحد. حاولنا على التحضير. بس قبل ما نبلش، إذا حدا بده يوصي على شرب بندورة أو ورق عنب يتواصل هذا الرقم الظاهر عنده. أكيد بأول وعلى ذوقكم والكمية محدودة. عندي هون قدر نص كيلو من السمسم الناي. انتبهوا، سمسم ناي منه محمص، لانه السمسم المحمص ما بنستفيد منه شيء وساعتها ما بنقدر نعمل فيه طحينه. هلا بدنا نشيلهم وننزلهم بدخل المقليه اللي بدنا اياها، وبدنا نرجع نرفعهم على نار خفيفه. اهم شغله نار خفيفه، وبين الفتره والثانيه نعمل لهم تقليبه. نحن بكل بساطه يا جماعه بدنا نخلي الزيت الموجود بداخلهم يطلع لبرا. اذا تحمصوا بتفشل عنا كل العمليه. هيك بيكون صار كافي عنا. صار فينا هلا نشيلهم ونبلش شغل فيهم. هلا بعد ما سخنوا عندي وطلعوا الزيت الموجود بداخلهم، بدنا نشيلهم وننزلهم داخل الخلاط. بكل بساطة بنحط عليهم الطبقة وبدنا نطحنهم حتى يعطونا القوام اللي بدنا اياه. هلا مثل ما ملاحظين بلشت تتشكل عندي الطحينة. بنضلنا بنطحن فيهم حتى تصير كلهم طحينة وقوامها ناعم وبتكون صارت جاهزة عنا. هلا بدنا نضيف عليهم الزيت. انا بدي اضيف لهم زيت سمسم حتى ضلني محافظ على مكون واحد، واكيد بنقدر نستبدله بالزيت النباتي. هلا بعد ما نطحن وصاروا جاهزين عنا بنعبيهم بداخل مرطبين بيكونوا مغسل ومعقم قبل بوقت، هذا شيء اكيد. هلا في شغله جدا مهمه هي كميه الزيت. كل ما نحن بنضيف كميه زيت اكثر كل ما بيصير عندنا الخليط سائل. عاديك نحن بنتحكم بالخليط اللي بدنا اياه، يعني كميه الزيت. انا بحب اقلط العصايه من الوسط وخلي قوامهم يكون متوسط. خلونا نعبيهم بداخل المرطبين وركزوا على القوام. شايف اخر على الاخر صراحه. هلا مسكوا السمسم عملوا لي مرطبين ونص من الطحينه. هلا مثل ما ملاحظين شايف اخر على الاخر صراحه من قوام، حتى ريحتهم ما شاء الله شايف اخر صراحه بتشق القلب شاق. بهالطريقه بيكون صار جاهز عنا اطيب طحينه. وهلا كل وشكور في بعد شغله جدا جدا مهمه، وقت غطوا المرطبين هو بعده سخن، لانه اذا بيتغطى هو بعده سخن بيعمل رطوبه وساعتها بينتزع معنا، وهذا الشيء اكيد ما بدنا اياه. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه واستفدتوا منها.